اهلا بكم في مطبخ سوزي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. قبل ما ابتدي الفيديو بتاعي احب اشكر كل حبايبي اللي بيتابعوني من كل البلاد طبعا، من امريكا ومن المغرب ومن الجزائر ومن النمسا، حبايبي طبعا اللي في النمسا. روايح الشتاء دخلت بقى يا جماعه، وطبعا الشتاء بيحب التدفئه. هنعمل مع بعض البسيسه. طبعا البسيسه دي حاجات يعني مهمه جدا في الشتاء، بتدفينا بصراحه. هنعملها بطريقه سهله خالص وبسيطه، والجمال ده كله من كوبايه وربع من دقيق البسيسه وكوبايه وربع من الدقيق العادي. هنعملها بطريقه سهله خالص، هتطلع معاكم هشه وطريه وفي منتهى الجمال زي ما انتم شايفين اللون بتاعها وكل حاجه باينه، شكلها حلو خالص. يلا حبايبي بينا على الطريقه والمقادير. معانا حبايبي المقادير بتاعتنا كوبايه وربع من الدقيق بتاع البسبوسه البسيسه اللي هو الاصفر يا جماعه، وما يكون يعني مطحون، ما يكونش خشن. وكوبايه وربع من الدقيق العادي، ده لازم لابد منه، ما ينفعش من غير الدقيق العادي عشان البسيسه بتاعتنا ما تفرولش. ومعانا كوبايه سمنه على زيت زي ما انتم شايفينها بدرجه حراره المطبخ سايحه كده، وكوبايه حليب اللي هو اللبن برضو بدرجه حراره المطبخ. ومعانا طبعا 3 بيضات برضو بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش جاي طالع من التلاجة. وكوباية سكر العادي خالص، وكوباية ومعلقة خل. وهناخد طبعا فانيليا سايلة او اللي هي البودر، وذرة ملح، وباكو كيك شيف او باكو بيكنج باودر، او معلقة كبيرة، يعني في 3 حاجات ينفعوا. يلا بينا حبايبي على الطريقة مع بعض. اول حاجه هنعملها معانا صينيه مقاس 26 تيفال او اي صينيه. هنحط فيها حبه سمنه حلوين كده. لازم نجهز الحاجه الاول قبل ما نبتدي. هنحط فيها السمنه، وهنكون مولعين الفرن على درجه حراره 180 من فوق ومن تحت. السمنه دي طبعا لابد منها عشان بتدي لون حلو جدا للكيكه بتاعتنا، وبتتقلب معانا بسهوله برضو. حتى لو الصينيه دي مش تيفال بتتقلب معانا بسهوله يا جماعه، وبتبقى جميله جدا، لونها حلو قوي قوي، وبتدي طعم اكيد طبعا للكيكه او البسيسه بتاعتنا. دلوقتي حبايبي هنحط المكونات الجافه كلها مع بعض، اللي هو دي البسيسه، دي الذره، ودي العادي، عشان نخلط المكونات دي مع بعض كويس جدا. وهنحط معاهم الكيك شيف. عشان نحضر المكونات بتاعتنا، وذره من الملح طبعا مش كتير، ذره واحده بس كده اهو. نقلب كل المكونات دي مع بعض الاول، نخلطهم كويس جدا مع بعض عشان كلهم يتجانسوا مع بعض. دلوقتي حبايبي هنحضر المقادير اللي هي السايله. هنبتدي اول حاجه هنعملها، هنحط الحليب، وهنحط عليه كوبايه السكر. هنضرب المقادير دي مع بعضها الاول. هنحط عليهم معلقه الخل، ونضربهم كويس جدا لحد ما الخليط بتاعنا ده يبقى عامل زي اللبن الرايب. دلوقتي بعد ما دوبنا السكر خالص زي ما انتم شايفين، بصوا القوام بتاعنا تخن ازاي، بقى عامل زي اللبن الرايب، وده اللي مطلوب. معلقه الخل يا جماعه بتساعد على هشاشه الكيكه او البسيسه. دلوقتي هنحط البيض بتاعنا، وطالما حطينا بيض لازم نحط فانيليا حبه كده صغيره، قيمه معلقه صغيره. هنضرب المكونات تاني مع بعض كويس الاول قبل ما نحط الزيت والسمنه. كويس. هنحط نص كوبايه السمنه. معلش ما تغلطش الغلطه اللي انا غلطتها، ان انا عملت الزيت على السمنه. لا، السمنه الاول لازم تكون لوحدها، هي اللي هنحطها الاول، وبعدين الزيت هنحطها من الفتحه بتاعه الخلاط. نص كوبايه السمنه،
وبرده نضربها مع بعض كويس الاول قبل ما نحط الزيت. واحنا مدورين الخلاط هنحط من الفتحه من فوق، انا شلت اللي هي الفتحه اللي من فوق، نحط الزيت، بس انا مش هتكلم طبعا عشان صوت الخلاط. بعد ما ضربت المكونات كلها مع بعض، بص بقى فيها فوم ازاي، واتضربت كويس جدا، والضرب فيها هيخلي الكيكه بتاعتنا او البسيسه بتاعتنا هشه وحلوه. دلوقتي هننزل بيها بعد ما قلبنا طبعا المكونات الجافه كده كويس قوي، هننزل بيها حبه حبه كده، وايدينا بنفس الايد التانيه يعني نقلب، بس يكون في نفس الاتجاه يا جماعه، ما يكونش يعني ما نعملش كده وكده اهوت، لا هي ناحيه واحده بس اهو. ونجيب الجوانب طبعا، نقلب كده اهو اتجاه واحد لحد ما كله يتجانس، وناخد القوام المظبوط. بس كده خلصنا كل المكونات اللي هي السايله، حطيناها. نقلب بقى براحتنا كده، نمسك البوله ونقلب كويس وفي اتجاه واحد، ونجيب من تحت لفوق كده، مش عايزين اي فيها كلاكيع ولا اي حاجه. بص القوام بتاعها جميل ازاي، ولونها وريحتها مش قادره اقول لكم، من قبل ما تستوي ريحتها جميله جدا. يا حبايبي القوام بتاعها بعد ما قلبناها كويس جدا، ما خليناش فيها اي حاجه جافه، بصوا ده القوام المظبوط، لا هي خفيفه قوي ولا هي تقيله قوي. هنجيب الصينيه بتاعتنا بقى ونصبها فيها. الصينيه بتاعتنا زي ما شايفين كده متبطنه بالسمنه من الجوانب وكل حاجه عشان ما تلزقش وعشان يطلع لونها حلو. هنصب الخليط بتاعنا، ننزل كله. بص القوام بتاعها حلو ازاي، تحفه. انا مولعه الفرن طبعا زي ما قلت لكم على درجه 180 سوري، من فوق ومن تحت طبعا. بس كده نزلنا كله، نديها خبطه كده على الرخامه، احطها في الفرن ونشوفها بعد ما اطلعها. البسيسه بتاعتنا طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين بالجمال والحلاوه دي. طبعا هي سخنه جدا، ما اقدرش اقلبها دلوقتي خالص، بس اختبرتها بخله الشيش طاووق. بص طالعه ناشفه ومفيش ولا اي عجين ولا اي حاجه، وقد ايه هي طريه وهشه وفظيعه. احنا هنصبر عليها لما تهدى خالص خالص لما نقلبها، وهنشوفها مع بعض بعد ما نقلب. ادي حبايبي شكل البسيسه بتاعتنا زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه دي. على فكره يا جماعه هي اخدت معايا في الفرن 20 دقيقه بس، مش بنزود عن كده. وزي ما انتم شايفين طبعا مستويه وهشه وطريه، وريحتها بجد بجد جميله. تعالوا نقطع حته مع بعض ونشوف الجمال والحلاوه دي مع بعض. بصوا قد ايه طريه وهشه، تحفه بجد تحفه. حاجه حلوه كده مع كوبايه شاي بلبن الصبحيه نفطر بيها، او نتعشى بيها، حاجه خفيفه برضو. بصوا الجمال، حاجه ما فيش بعد كده. هي طبعا يا جماعه لسه تعتبر كده دافيه، يعني ما بردتش نهائي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، ايه رايكم؟ جميله ولونها تحفه من جوه ومن بره. بصوا قد ايه طريه، بصوا يعني عامله زي السفنج من كتر الطيران والهيشان بتاعها. شكلها بجد وريحتها جميله جدا. اتمنى حبايبي الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش يا جماعه في اللايك. اهم حاجه اللايك هو اللي بيرفع الفيديو عشان اكبر عدد يشوف الفيديو. وما تنسوش طبعا في الشير، شيروا الفيديو برضو لكل اصحابكم عشان يشوفوه. ولو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي اتمنى طبعا تشتركوا، تدوسوا على كلمه اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم سلام، باي باي.